إحنا كأهل السنة قدمنا فهم أهل البيت لحديث الغدير، وأنا الآن سأقدم دليل أنا كسني، فأنا يطمئن قلبي عندما أقدم فهم أهل البيت للرواية. ده كتاب اسمه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، طبعا هذا للإمام البيهقي. وهذه الرواية طبعا الرواية عن فضيل بن مرزوق وإسناد الأثر صحيح. سمعت الحسن بن الحسن، هذا ابن الإمام العطرة، وسأله رجل: ألم يقل رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال لي: بلى، والله لو يعني بذلك رسول الله الإمارة والسلطان لأفصح لهم بذلك، فإن رسول الله كان أنصح للمسلمين. فقال: يا أيها الناس، هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي، واسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعدي، ثم ترك علي أمر الله ورسوله، لكان علي أول من ترك أمر الله والرسول. فإحنا بنقول، فأنا عندي فهم الحسن بن الحسن وهو من ذرية النبي ومن العطرة، أن النبي لم يقصد الإمارة ولم يقصد السلطان. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، الحسن بن الحسن يقول أن من قال أن النبي قصد الإمارة والسلطان هذا يطعن في علي، لأن كيف الله يجعله أمير خليفة وأمير وعلي لا يحرك ساكنا 25 سنة، الله يعزك يا ذيب إخواننا الداعمين، 25 سنة علي بن أبي طالب لا يحرك ساكنا. فأنا أرجو تسجل هذا السؤال عندك يا أستاذ مجتبى: هل علي بن أبي طالب فهم من حديث الغدير أنه خليفة أم لا مع الدليل؟ وهل احتج على المسلمين بعد موت النبي بحديث الغدير؟ طيب عندي فهم علمائنا. طيب عندي بقى الآن مفاجأة تانية لأهل السنة، فهم عمر ابن علي وفهم حسين ابن علي. بصوا يا ناس، احنا أتباع الحسين. هذا كتاب محمد بن عاصم الثقفي جزء، والرواية رجاله رجال الصحاح. شوف يقول: سألت عن الفضيل بن مرزوق، سألت عمر بن علي بن أبي طالب وحسين بن علي بن أبي طالب عم جعفر. يا إخوان، هم دول العطرة، أهل السنة يأخذون من العطرة. قلت: هل فيكم إنسان من أهل البيت أحد مفترض طاعته تعرفون له ذلك؟ ومن لم يعرف له ذلك فمات ميتة جليع. فقال: لا والله ما هذا فينا، نحن نصدق العطرة الذين قالوا لا والله ما هذا فينا. من قال هذا فينا فهو كاذب. الله أكبر. تمام. طب مين اللي كان يكذب على أهل البيت؟ المعلى بن خنيس. قلت له: هذا المعلى بن خنيس؟ قال: نعم المعلى بن خنيس، والله لقد أفكرت على فراشه إلى آخره. والمعلى بن خنيس من كبار الروافض. فالذين قالوا بهذا كانوا يكذبون على أهل البيت، وباعتراف أهل البيت والرواية عندنا صحيحة. طيب تعال بقى أعطيك كده، أنا عندك بص كده، فهم الحسن بن الحسن واحد، فهم عمر بن علي، وفهم ابن علي بن أبي طالب. اتفضل البداية والنهاية لابن كثير، ماذا يقول؟ يقول البداية والنهاية: وقال البخاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله في وجع الذي توفي فيه، فأخذ بيد عباس وقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لا أرى أن رسول الله سوف يتوفى في وجعي. الرواية في البخاري: وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. فقال علي يتكلم عن الإمارة: وإن والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيانها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله. علي بن أبي طالب عندنا ما كان يسأل الإمارة للنبي. لكن عندك هذه الرواية لابد أن تجيب عليها في مرآة العقول المجلد 8 الصفحة 48. الحديث قال المجلسي موثق كالصحيح. يقول: عدة من أصحابنا، وذكر عن أبو جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، والله ما من شيء، الرسول يقسم، ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إخواني الكرام الأعزاء، إحنا عندنا في التراث الشيعي هذه الرواية موجودة عند السنة أيضا في السلسلة الصحيحة وصححها الألباني، وهذه الرواية موجودة في كتاب الكافي. وقال المجلسي موثق كالصحيح، والخوئي نفسه يقول أن الموثق حجة. الآن هذه الرواية
الرسول يقسم يقول أنه ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، فكيف تكون إمامة علي بن أبي طالب في الغدير خلافة وإمامة والنبي يقسم أنه علم الناس كل ما يتعلق بالحلال والحرام وما يقرب إلى الجنة وما يباعد من النار؟ السؤال ده سجله عندك أيضا. إذا لم تأتيني برواية صحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم من الغدير أنه الخليفة المنصب، أيضا قلت لك هات لي رواية أن علي لماذا لم يحتج بعد موت النبي بحديث الغدير، ده برضو السؤال لم تجيب عليه. أضف هذا السؤال عندك: هل يوجد أحد من الصحابة المنتجبين اعتقد بحديث الغدير أن علي خليفة؟ لأن ده سؤال جوهري. أنا الآن أستطيع أن أقول وبدرس قاطع أنا على عقيدة الصحابة المنتجبين، فإن استطاع الشيخ مجتبى أن يثبت لي أنهم كانوا يعتقدون أن علي خليفة بحديث الغدير سأعتقد بعقيدتهم، لكن برواية صحيحة وليس من فهمه هو. وهل حديث الغدير خبر أم أمر؟ وما الفرق بين الخبر والأمر في الأحكام التكليفية؟ سؤال مهم.